صقر مسؤول العلاقات العامة بائتلاف شباب الثورة السورية، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. إلى مصر، ففي تظاهرة حاشدة تجمع مئات الآلاف بميدان التحرير في القاهرة، رفع المتظاهرون شعار الثورة أولا وطلبوا بمحاسبة رموز النظام السابق المتورطين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين. لوحظ غياب قوات الأمن عن الميدان. في مدينة المنصورة الواقعة في دلتا مصر، تجمع نحو 10,000 متظاهر في ميدان المحطة أمام مبنى المحافظة. تحت هذا الشعار انطلقت المظاهرة من ميدان التحرير. الآلاف احتشدوا ليعيدوا إلى الأذهان مشاهد ثورة 25 من يناير، إذ لم يرى الميدان هذا الزخم منذ أشهر. تنوعت اتجاهات الحاضرين وانتماءاتهم السياسية والفكرية، وإن توحدت مطالبهم المتمثلة في ضرورة محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسها حسني مبارك، إلى جانب تخليص الحكومة الحالية من كل الحرس القديم. محبوس في ايه؟ عاملين له فندق 5 نجوم، ناس بتساعده، الناس بتخدمه، وبعدين هو مش محبوس، اللي محبوس ابنه وعياله الاثنين قاعدين في فندق 5 نجوم، ودونا احنا مكانه وطلعوه هو مكاننا، احنا عايشين في قريه ماشي، انا يعني عايزين نعمل حاجه، نعمل تبادل، دخلونا احنا السجن مكانه وهاتوه هو يعيش في القريه اللي احنا عايشين فيها، ميه ما فيش، زباله متركمه في قلب الشوارع. وربما ما أجج غضب هذه الجموع هي القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا بتبرئة عدد من رموز نظام مبارك، واعتبرها كثيرون غير منصفة. الشعب بالحكم ببراءة 6 من الوزراء السابقين بتهم الفساد وإهدار أموال الشعب، والإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار. فوجودنا اليوم لإعلان التدليل للرئيس المخلوع وأسرته. الدعوة للتظاهر أطلقت على يد حركة 6 من إبريل وائتلاف شباب الثورة، بينما لم تفصح جماعة الإخوان المسلمين عن موقفها حتى قبل أيام قليلة حين أعلنت اعتزامها المشاركة. لم تسلم الجماعة من اتهامات بمحاولة القفز على المظاهرة، إلا أنها بررت موقفها قائلة إن قرار المشاركة جاء عقب التخلي عن شعار الدستور أولا المرفوض من قبل الجماعة. ويبدو أن المتظاهرين قرروا إرجاء الخلاف بشأن كتابة الرحمانية أولا، لتظل النبرة الأعلى هنا هي المناداة بتحقيق مطالب الثورة. سالي نبيل، BBC. موقعان ملتهبان الآن في مصر، سنتحدث إلى زميلي توفيق أحمد في مدينة السويس موفد BBC إلى هناك، وكذلك إلى الزميل خالد عز العرب في القاهرة من قلب ميدان التحرير. أهلا بكما زميلي، وأبدأ من السويس. رجاء خالد ابقى معي. توفيق، كيف هي الأوضاع في السويس التي شهدت مواجهات بين قوات الشرطة وبين أهالي المدينة بالأمس؟ في الواقع الآن الأوضاع والأجواء احتفالية للغاية. حوالي ما بين 1000 و2000 من المتظاهرين يحتشدون في ميدان ال40 أو ما يطلق عليه بميدان الشهداء، الذي شهد أولى القتلى في ثورة 25 على مستوى الجمهورية. الآن الأجواء احتفالية للغاية، لكن عقب صلاة الجمعة وبينما كان المئات والآلاف يتوافدون إلى ميدان ال40 حتى وصل أعداد من ذلك. نعم، بعدما وصلت هذه الأعداد. هذه الجملة الأخيرة لأنني فقدت الصوت لبضع دقائق. كنت أتحدث عن الميدان، ميدان ال40 الذي شهد أول سقوط لمتظاهرين قتلى في ثورة 25 من يناير. تفضل. نعم بعد ذلك رشا وعقب صلاة الجمعة وبينما كان المئات والآلاف يتوافدون إلى ميدان ال40 وصل أعداد المتظاهرين إلى حوالي 10,000 متظاهر أو ربما أكثر. حدثت حالة من الفوضى. تبين بعد ذلك أن أحد الأشخاص كان يحاول سرقة أحد المباني، ومن ثم حاول المتظاهرون منعه، وتم
تسليمه إلى الجيش ومن ثم أحيل إلى النيابة العسكرية كما تحدث إلينا مصدر من الجيش الثالث الذي تواجد في هذه المنطقة. من وقت لآخر تحدث عملية فوضى في ميدان الأربعين، لكن سرعان ما يتم اكتشاف أن الأمر بسيط جدا وأنه ربما مشادة أو ربما كانت شائعة سببا في إثارة البلبلة، ولكن في نهاية المطاف الأوضاع مستقرة إلى حد كبير في مدينة السويس التي شهدت يوم الاثنين قطع لطريق مصر السويس بعدما تم الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار، وكان ذلك من قبل أهالي الشهداء أو القتلى والمصابين مصابي الثورة. ويوم الأربعاء أيضا شهدت مدينة السويس أعمال عنف بين أهالي مصابي وقتلى الثورة وبين الشرطة عندما تم التأكيد وتأييد القرار بإخلاء سبيل المتهمين عقب طعن من النيابة العامة. توجه بعد ذلك الأهالي إلى الشرطة أو إلى مديرية أمن السويس، ومن ثم حدث هناك تشابك بالحجارة. لم يتضح من هو الفاعل فيها لتضارب الروايات المختلفة في هذا الإطار. منذ هذه الأحداث وأصبحت السويس دخل ميدان الأربعين في اعتصام مفتوح، واليوم أعلن شباب أو تكتل شباب السويس أن هذا الاعتصام سيكون مفتوحا إلى حين تلبية المطالب. والمطالب رشا تتلخص في ثلاثة مطالب رئيسية، أولها إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي والرموز الفاسدة في الداخلية، وثانيها المحاكمة العلنية وغير البطيئة، وثالثهما وهو إقالة أو رفض المشير محمد حسين طنطاوي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الحاكم العسكري في مصر. ولكن المتظاهرين أو المتظاهرون يفرقون هنا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الجيش الذي ينزل إلى الشارع ويطمئن دائما المتظاهرين ويهدئ من روعهم. واليوم في الواقع نزل الجيش ووزع على المتظاهرين في ميدان الأربعين مياه لمساعدتهم وأمن المكان بشكل كبير. هذه هي الصورة كاملة في مدينة السويس. شكرا على هذه الصورة زميلي توفيق أحمد موفد BBC إلى مدينة السويس المصرية. شكرا لك توفيق. ومرة أخرى أعود إلى خالد عز العرب مراسل BBC في القاهرة. خالد شكرا على بقائك. الساعة الآن تجاوزت 6:15 وربما أكثر في القاهرة. هل هناك نية للاعتصام كما سبق وكنا ننتظر أن نرصد هذا المشهد؟ هل هناك ما يدل على أنه سيكون هناك اعتصام مفتوح؟ كما